الكليان كنقسمهم ديما انا لجوج. كليان اللي عنده اما ضرر مادي ومعنوي، ولا كليان ما عنده لا ضرر مادي ومعنوي، بجوجهم ما عندوش. دونك هاد الجوج ديال الكليونتي اللي كيهمك منهم كفريلانسر هو هذاك الكليان اللي عنده اما ضرر معنوي وضرر مادي، وماشي بنسبه قليله، بنسبه كثيره، لانه قد ما تزادت النسبه ديال هذا الضرر قد ما الحل اللي غادي تجيبيه نتايا غادي يخلصك عليه مزيان، وغادي تكون نتايا فكيتي ليه مشكله اما معنويه اما ماديه بواحد الدرجه كبيره. كمثال، طبيب كيدير واحد الجيستيون ديال الرونديفو، وهذوك لي رونديفو عنده ما منظمينش، اللي كيديروا ليه ستريس هو في العياده ديالو، ماشي غير ليه حتى للسكرتير. دونك هذا الطبيب عنده مشكله في الجيستيون ديال الرونديفو، كيقلب على شخص اللي غادي يفك ليه هذا المشكل اللي كتعني بانه غادي ينقص ليه من ستريس. هذا كليان عنده مشكل اللي هو معنوي وكيقلب على الشخص اللي غادي يفك ليه هذا المشكل. في الجهه الاخرى واحد عنده محل وكيشري سلعه، دونك السلعه داخله وسلعه خارجه، بغى يعرف اشنا هو النوع ديال السلعه اللي خدامه عنده. دونك بغى يعرف اشنا هو اللي يتقدى لانه كيتباع مزيان، واشنا هو اللي ما يتقداش باش ما يكونش عنده واحد ستوك اللي واحل فيه. باش يعرف هذا الشيء خاصو واحد سوليسيون، يعني هذا الشخص هذا عنده ضرر مادي، دونك كليان عنده ضرر مادي. دونك الكليان الاول قلنا عنده ضرر معنوي، والكليان الثاني قلنا عنده ضرر مادي، وبجوجهم في الصنف الاول. وهذاك الكليان الثاني اللي كيف ما قلنا عنده ضرر مادي، عنده ضرر مادي بشكل كبير اللي كيدير له واحد العائق بان داكشي في الدافير ديالو ما غاديش بواحد الطريقه اللي هي مقاده ومزيانه. في الجهه الاخرى الكليان اللي ما عنده لا ضرر معنوي ولا ضرر مادي، جا قال لك بغيت موقع، بغيت سيت، مثال محامي، بغيت سيت. علاش بغيتي هذا السيت؟ واش غادي تخدم به، غدير به براندينغ، واش انت باغي لا بغيت سيت يكون فيه وصف عليا وتكون فيه نمره التليفون ديالي، بحال شي واحد جا عندك قال لك بغيت كارت فيزيت وصافي. واش عنده فريمون هذاك السيت غادي يخدم به، واش غادي يفك ليه شي مشكل مالي، واش غادي يسيب لي واحد الترافيك يجي عن طريق داك السيت، واش غادي يدير شي براندينغ؟ بالنسبه لي ما عنده حتى شي توجه، بغيت سيت وصافي. هذا من الصنف الثاني، يعني ما عندوش شي ضرر لا معنوي لا مادي، وكيف ما كنقولوا باللغه الانجليزيه ما عندوش الارجنسي، بغا بروجي وصافي. حنا في هذا الفيديو غادي نخدموا بهذه الاداه اللي غادي نحددوا فيها واش هذاك الكليان اللي قدامك عن طريق مجموعه ديال المعطيات واش واقف على حل المشكل، ولا من هذاك النوع الاخر اللي بغا بروجي وصافي. اوكي، اشنو هما لي بارامتر اللي عندنا ولا المعطيات اللي غادي نخدموا بهم؟ كاينين 6. الاولى حجم الضرر، البين انتنسيتي. الثانيه دايز تو دامج ولا كنسميوها الديدلاين ديال تفاقم الضرر، وغادي نشرحهم كاملين. والثالثه الضرر المالي الشهري، يعني الضرر اللي كل شهر كيطرا لهذاك الكليان اللي جا عندك، ولا باللغه الانجليزيه موني امباكت. والبحث على الحل سيرش افورت. وزن صاحب القرار ديسيجن اونر كلاريتي. وجوده الحل الترقيعي ورك اراوند كواليتي. اوكي، نمشيو لكل وحده ونفسروا اشنا هي، ومن بعد غادي نعطيوها قيم باش نتيستيو. حجم الضرر، هضرنا من قبل قلنا بانه جا عندك واحد الطبيب، وهذاك الطبيب عنده مشكله في الجيستيون ديال لي رونديفو، واللي دايره ليه واحد العائق معنوي كيتستريسا. الا كنحددوا حجم الضرر عند هذا الشخص، هو ضرر اولا النوع ديال هذا الضرر معنوي، والحجم ديال هذا الضرر غادي نحددوه ب7 لانه داير ليه عائق، فيما كيبغي يمشي للخدمه ديالو كيلقى راسو مستريسي. في الجهه الاخرى قلنا واحد الشخص عنده محل وبغى يجيري ستوك ديالو، لان هذاك الستوك بغى يعرف فيه السلعه اللي كتباع مزيان والسلعه اللي ما كتباعش مزيان، باش يعرف السلعه اللي خاصو يتقداها والسلعه اللي ما خاصوش يتقداها باش ما يكونش عنده ضرر مادي. في هذه الحاله حجم الضرر عند هذا الشخص حتى هو حجم ضرر اللي هو طالع، وحتى هو نقدروا نصنفوه في 7. اما بالنسبه للمحامي اللي هضرنا عليه باغي غير موقع وما عنده لا ضرر معنوي ولا ضرر مادي، حجم الضرر في هذه الحاله غنديروا له غير 2. دونك حجم الضرر هنايا كيحدد واش هذاك الشخص اللي قدامك عنده شي ضرر معنوي اللي طالع اللي مشكل ليه عائق، ولا حتى ضرر مادي. بجوجهم كيحددوا واش هذاك الكليان عنده ديك الارجنسي، واش هو واقف على ذاك البروجي وكيفك ليه مشكله اللي هي حقيقيه معنويه ولا ماليه. نخليوها في 7، وغادي ناخذوا كمثال اللي غنبقاو خدامين عليه، هو داك الشخص اللي عنده محل وبغى يعرف السلعه اللي يشري والسلعه اللي ما يشريش، دونك اللي عنده ضرر مالي. دونك هنايا عطيناه 7/10. بالنسبه للديدلاين ديال تفاقم الضرر ولا باللغه الانجليزيه دايز تو دامج، اشنو كتعني؟ هذاك اللي جا عندك على هذاك الحل
كمثال هذاك المحل اللي جا عندك وقال لك انا بغيت نعرف عندي مشكله اللي هي ماديه، دونك كنشري بزاف ديال السلعه اللي ما خصنيش نشريها، والسلعه اللي خصني نشريها ما كنشريهاش. دونك شحال ديال الوقت اللي باقي ليه باش غيتفاقم الضرر؟ كمثال واش ما حدو كيزيد يتعطل وما حدك الضرر كيتفاقم. قد ما كان هذا الديدلاين صغير قد ما راه عنده مشكل كبير. كمثال الا باقي ليه غير يومين وهذاك المشكل غيزيد يتفاقم قد ما غادي يكون عنده هذاك النيفو ديال الضربه غتكون عنده قاصحه، ولا النيفو ديال الخسران غيكون عنده قاصح. كمثال هنايا داك الشخص اللي عنده هاد الجيستيون ديال ستوك غادي نعطيوه 5 ايام. هنايا عندنا الضرر المالي، الضرر المالي الشهري ولا الموني امباكت. هذيك الطريقه كيفاش كيجيري هو الستوك اللي ما عارفش فيها السلعه اللي يشريها والسلعه اللي ما يشريهاش، هذه دارت ليه واحد الضرر مالي اللي هو شهري، اللي الا استيميناه وبديتي كتحسب معاه انت كمثال يقدر يقول لك مثلا كنخسر 3000 درهم اللي كتمشي ليا في السلعه ما خصنيش نشريها. هنايا حددنا الضرر المالي الشهري، يعني بالنسبه هذا الضرر المالي الشهري الهدف الرئيسي ديالو هو تحدد شحال ديال الفلوس شحال ديال الفلوس كتمشي لهذاك الشخص اللي جا عندك عنده مشكله اللي هي ماديه ولا ماليه، وتقدر تكون حتى معنويه اللي كتادي المالي. كمثال داك الطبيب يقدر يكون ديك جيستيون دو رونديفو ديالو اللي كتادي بانه ما كيخدمش مزيان وكيخدم ستريس وما كيخدمش مورغانيزي، هذيك ما يخدمش مورغانيزي حتى هي تقدر دير مشكل مالي. يعني بعض خطرات هذاك الضرر المعنوي كيقدر يدير ضرر مالي، وقد ما كانت القوه ديال هذاك الضرر المعنوي كبيره قد ما كيكون حتى معها واحد القوه ديال الضرر مادي. اوكي، دونك الضرر المالي الشهري هنا قلنا بانه واحد الفلوس كتمشي لهذاك الشخص وباغي ريكوبيريها، باغي يعتق البيزنس ديالو باش ديك الفلوس ما تبقاش تمشي ليه، اما باغي يحسن البيزنس ديالو اما باغي يعتق البيزنس ديالو لان عنده مشكل اللي هو كبير. البحث على الحل. واش هذاك الشخص اللي جا عندك اللي باغي يعرف من السلعه اللي خصو يشري والسلعه اللي ما خصوش يشري، يعني بغى يدير واحد جيستيون ستوك اللي هي منظمه، واش فريمون تيقلب على الحل؟ واش كليان فريمون قلب على الحل قبل ما يجي عندك، ولا انت اول واحد اللي قصدك وفريمون كيبان لك منه راه الا ما خدمش معاك حتى غيمشي يخدم مع واحد اخر؟ يعني راه كيقلب على الحل وهو اكتيف. واش هو من هذا النوع ولا لا؟ غادي نحددوا هنايا شحال ديال الوقت وهو كيقلب. كمثال الى 2 سيمانات وهو كيقلب، هذا الشخص 2 سيمانات وهو كيقلب على شكون هو اللي غيخدم ليه هذاك البرودوي ولا هذاك البروجي اللي غادي يفك ليه هذا المشكل، وجوج سيمانات وهو كيقلب عليه. قد ما تزادت هذه المده قد ما كنعرفوا بان هذاك الكليان اللي جاي عندك راه فريمون واقف على الحل، راه كيقلب عليه بطريقه كيف ما غنقولوا هستيريه. هنا غنقولوا وزن صاحب القرار، ولكن ولا باللغه الانجليزيه ديسيجن اونر كلاريتي. هذاك الشخص اللي قدامك اللي جا عندك نتايا قال لك بان عندي مشكله في الجيستيون ديال الستوك، واش هو اللي غياخذ القرار ولا هو مثلا انترميديير بحال قلتي وسيط في ديك الشركه، وسيط الثالث ولا الرابع، مازال خصك تهضر مع جوج الناس واحد اخرين. قد ما كنتي كتهضر مع صاحب القرار قد ما كتعرف بان الارجنسي طالع، يعني انت ما كاينش ديكوش، الناس ما باغاش تضيع الوقت، دونك كتهضر مع صاحب القرار ديالك. وقد ما طلعات هذه النقطه قد ما كتعرف بانه هذاك الشخص فريمون واقف على الحل، او كتهضر مع صاحب القرار ديريكت، يعني ديك الساعه غيتخذ القرار وكاين الارجنسي طالع، يعني المشكل كاين بواحد النيفو اللي هو طالع وكيقلبوا على الحل ديك الساعه. هذا الاخر الورك اراوند كواليتي. كمثال يقدر هذا الشخص اللي عنده مشكله في الجيستيون ديال ستوك بدا بواحد الفيشي اكسل وبدا كيدير به الجيستيون ديال ستوك. قد ما كان هذاك الحل الترقيعي اللي داير قد ما كان طالع ومزيان قد ما راه ديجا هو فك المشكل بواحد 5/10، ولكن قد ما هذاك الحل اللي ديرو اصلا ديجا مستريسي وما عاجبوش، وداك الشيء علاش قصدك نتايا قد ما كيكون واقف عليك نتايا اكثر بانك تخدم ليه واحد السوليسيون اللي غادي تكون بطريقه سهله اللي غادي تخليه بانه يفك داك المشكل بطريقه اللي هي سلسه. وكيف ما شفنا هنا هاد المعطيات كاملين اللي خدمنا بهم باش نحددوا هذاك الكليان الاول اللي عنده مشكل، واللي وصلتنا لواحد السكور هنايا بانه كاين الارجنسي قويه، يعني هذا الشخص هذا الكليان اللي جا قصدك نتايا راه عنده الارجنسي، يعني واقف على دابا خصك تعطيه حل، وواقف فريمون عنده مشكل واحد الضرر اللي هو مالي اللي خصو يتفك ليه، ولا ما تفكش ليه داك الضرر المالي غادي دير ليه واحد المشكله او نيفو ديال البيزنس ديالو. نشوفوا دابا واحد المثال واحد اخر ديال واحد الكليان اللي ما عندوش هاد الضرر. نبداو من الاول. قلنا محامي جا عندك باغي موقع،
علاش بغيت نزيدو عندي في الكارت فيزيت؟ حيت انا بغيت واحد واش عنده حجم الدار طالع؟ لا، ونخليو حنا غير في واحد. الديدلاين ديال تفاقم الضرائب، واش فريمون هو واقف على هذاك البروجي؟ واش فريمون الا داز الوقت غادي تشكل ليه مشكل؟ يعني الا داز الوقت وما دار السيت ويب وما خدم السيت ويب غادي يكون عنده مشكل؟ لا، دونك زيرو. الدار المالي الشهري، واش الا ما خدم السيت ويب وما حطوش في الكارت فيزيت ديالو غيكون عنده واحد الدار مالي؟ بالنسبه ليه هو لا. واش فريمون كيقلب على الحل؟ كيبان لك بانه اكتيف، يعني الا ما خدمش معاك انت غادي يمشي يقلب على 10 اخرين. واش فريمون واقف على الحل وكيقلب عليه بواحد الطريقه اللي هي اكتيف؟ في الغالب غادي نقولوا لا، لانه فريمون باغي يخدم غير موقع ويحطه. قلب عليك نتايا، ولا يقدر شي واحد بروبوزي عليه، تبروبوزيتي عليه وقال اوكي علاش لا، انا واحد الشخص بروبوزي عليا صاحبي علاش ما يخدمش ليا ان سيت ويب. وزن صاحب القرار هنا، وزن صاحب القرار طالع، لانه هو الشخص اللي غادي ياخذ القرار واش غادي تخدم ليه السيت ولا لا. حنا نقولوا 8. وجوده الحل الترقيعي، واش عنده ديجا شي سيت؟ ما عنده السيت هو كاع، وقصدك انت هو الاول باش تخدم يزيد. دونك هنا الارجنسي ضعيفه، يعني كتعامل واحد الكليان باغي سيت، ولكن في نفس الوقت ما كايناش واحد الارجنسي، ما كتفكش واحد المشكل ولا واحد الضرر اللي هو طالع معنوي ومادي.